هل أنتم في جريدة الرياضي المعنيين بهذا الموضوع؟ طبعا بكل تاكيد، يعني نحن المعنيين، والاشاره الى العقد الذي نشرته الرياضي يوم الاربعاء الماضي لعقد اللاعب والمحترف الجزائري بصفوف نادي الاتحاد عبد الملك زيايا. طبعا اللي تضمنته اليوم البيان اللجنه حقيقه مو غريب، وإذا كان ظاهر امامكم على الشاشه لجميع المشاهدين ما يشاهدونه من عقود ليس غريبا وليس لاول مره يشاهدوا المشاهدين او القراء في الصحف السعوديه تحديدا مثل هذه العقود التي تنشر للاعبين في كثير من القضايا. لكن المستغرب وملفت للنظر بالنسبه لنا نحن في الرياض ان لجنه الاحتراف لا ترى الا بعين واحده، وبهذه العين لا ترى سوى الرياضي او عقود الرياضي التي تنشر. انا استغرب من موقف لجنه الاحتراف او رئيس لجنه الاحتراف الدكتور صالح بن ناصر الدائم تجاه جريده الرياضي حقيقه لخلفيات كثيره ما له مجال لذكرها هنا ولا اشياء كثيره، فقط هو استخفاف للرياضي لا اكثر من كذا، بدليل ان عديد من الصحف المحليه نشرت هذا الموسم تحديدا اكثر من عقود لنادي واحد تم التجديد معهم، وكامل العقود بالمده وبالتواريخ وبالمبالغ الماديه، ولم تحرك لجنه الاحتراف ساكنا امام هذه العقود. الموسم الماضي نشر عقد لقائد احد الفرق السعوديه الكبيره بكامل العقد والنصوص ولم تحرك ساكنا. في قضيه اثيرت في 2006 لقائد احد الانديه الكبيره وصار عليها لغط كبير، ونشرت بعض الصحف بدون نسمي اي من الصحف الثمينه. هذا العقد القضيه الكامل الذي كان حواليه لغط كبير حول التعديل فيه في مدته، وصدر حوله قرارات عديده بعد تشكيل لجنه واسعه، ولم تحرك لجنه الاحتراف او الدكتور صالح ساكنا. لكن عندما نشرت الرياضي هذا العقد تحركت، واعتبرت انه هذا شيء مخالف للنظام، رغم انه هذا عمل مهني بحت وليس للجنه الاحتراف او غيرها وصايه على وسائل الاعلام ولا على الرياضي بنشر او عدم نشر. طيب انا ما ارى، معلش يا استاذي، تفضل. انا ما ارى انه نشر هذا العقدين او نسختين من العقد هو ما سبب احراج للجنه الاحتراف شخصيا، ومما دعاها الى قول ما قالته اليوم عبر بيانها الاعلامي. احرجت في التعديل اللي وجد على النادي، على اللي وضعه النادي على العقد بخط اليد مرتين بعد تسليمه وبعد تعديله. العقد لو لاحظ، اتمنى انه ينشر ثاني مره على الشاشه، العقد لو لاحظ ختم ووقع من الطرفين اولا، ثم عدل باليد وختم ووقع ثاني مره. هذه الصوره معنا يا استاذ محمد. اذا هذا فيه احراج، يمكن تقريبا تعرض اللجنه بسبب نشر رياضي هذا العقد تعرض لاحراج كبير جدا. طيب البيان ذكر استاذ محمد ان ما تم به تم نشره طبعا يعتبر مخالفا لانظمه الاحتراف الدوليه التي تمنع منعا باتا النشر عن هذه العقود. هل انتم او هل عندكم هناك نص ما في اي نص عندنا، ما في اي نص يمنع نشر مثل هذه العقود؟ لو عندي عقود اخرى سانشرها، لو عندي عقود لتعاقدات لنفس الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم سأنشرها مرة أخرى. طيب أنا اللي بقوله إنه الاتحاد الدولي لكرة القدم أنشأ موقع تجريبي واختياري من قبل الأندية في عام 2010 الآن لنشر العقود كاملة، على أن يفرض في عام 2011 فرضا على جميع الأندية في العالم لنشر العقود من باب الشفافية. وأنا أستغرب إنه لجنة الاحتراف إن إذا كان الاتحاد الدولي لكرة القدم يدعو لهذه الشفافية بنشر العقود بتفاصيلها بمدتها بمبالغها، ولجنة الاحتراف ترى غير ذلك، إلا إن كانت رأت أنها وقعت في إحراج كبير أمام الرأي العام بنشر الرياضي لهذه العقود التي عدت باليد موافقتها. هذا شيء ثاني الله أعلم عنه. طيب استاذ محمد، بالنسبة للموضوع أن هناك نص طبعا أو هل هناك نص أيضا في وزارة الثقافة والإعلام يمنعكم من نشر العقود؟ ما في نص يا النص، ما في أي نصوص. مع احترامي إذا كان وجد نص لماذا يكال بمكيالين للرياضي وغيرها يمر مرور الكرام في نشر العقود؟ طيب لماذا الاحتراف لم تنطق الا لما نشرت الرياضي هذه العقود، ولم تتحدث ولم تنطق يعني بكلمه واحده او بلفت نظر بسيط جدا عبر وسائل الاعلام زي ما نشرت اليوم بلفت نظر الصحف الاخرى الجميله اللي انا اعتبر نشرها للعقود مثل الرياضي عمل مهني واستقلالي وليس للجنه الاحتراف وصايه على جريده الرياضي بنشر وعدم نشر، مع احترامي لها. طيب بعد نشر جريدة الرياضي لهذا العقد، عقد عبد الملك زيادة، هل هناك أحد خرج وكذب هذا العقد؟
أو هذه الصورة؟ طبعا هذه النقطة المهمة والطريقة والغير مباشرة أكدت فيها لجنة الاحتراف مصداقية العقود التي نشرتها الرياضي لعقد المحترف عبد الملك زياية، والذي كذبه مدير الكرة حمد الصنيع اعتقد على عبر الجولة وقال ان هذه مسودة. لو كانت مسودة لم تكذب لجنة الاحتراف هذا الكلام وهذا التصديق الذي موجود على العقود، واعتبرتها عقود صحيحة وسليمة وهي مطابقة لما موجود لديها. يعني إذا كان نعم، يعني إذا كانت مسودة لن يتطرق البيان لجريدة الرياضة. هذا تأكيد على مصداقية الرياضي وتوثيقها للمعلومة. نحن قدمنا معلومة فقط موثقة وحصلنا عليها. من حق لجنة الاحتراف أن تحاسب وتسائل نادي الاتحاد كيف تسربت هذه المعلومات، وليس من حقها أن تسائل ولا تطلب من جريدة الرياضي أو أي وسيلة إعلامية وتفرض وصايتها عليهم بنشر أو عدم نشر. أنا قلت لو لم تلكنا عقود ما بين الفيفا واي طرف اخر سننشرها للاتحاد الدولي للفيفا وليس بما يتعلق بلاعب مرتبط بلجنه الاحتراف المحليه. احتراما. طيب استاذ محمد، هل تلقيت بعد نشر هذه الصوره من عقد عبد الملك زياية اتصالات من قبل الاداره الاتحاديه؟ لا طبعا انا ما عندي اي تواصل حقيقه، يعني انا شخصيا ما عندنا اي تواصل، ما حاولنا ان نحصل على اي رد، ما كان عندهم رد، بالعكس هم عادوا وكرروا ان ما ذكر في المؤتمر الصحفي الذي عقد للمدرب هو الصحيح، بأن العقود لم تعدل ولم تغير ولم تلمس. احنا تعمدنا ورغم علم انه هذه العقود كانت متوفره لدينا قبل انعقاد المؤتمر ما بين الاداره وعبد الملك زياية، لكن عندما ظهر خلال المؤتمر مدير الكره واللاعب وكذبوا المعلومات انه ليس في تعديل، رغم ان هذه المعلومات وهذه الشوشره التي حدثت في القضيه بدات من الصحافه والاعلام الجزائري، التي كان من الاولى لعبد الملك زياية وحمد الصنيع مدير الكره ان يكذبوا الصحافه الجزائريه قبل 10 ايام من نشر الرياضي للعقود، ولا تنتظر ان يعصر زياية الى السعوديه يكذب صحافه بلاده في تمثيليه كانت مكشوفه وتضليل للراي العام. طيب وجماهير نادي الاتحاد. ما نبي ندخل في مواضيع اخرى. في حال طبعا خاطبكم او خاطبتكم وزاره الثقافه والاعلام بهذا الخصوص، انت طبعا انت تقول انا لا يوجد هناك اي نص يمنعكم من نشر مثل تلك العقود. اذا خاطبتكم الوزاره، الاجراء المتبع من قبل جريده الرياضي؟ وزاره الاعلام هي مرجعنا الحقيقي لوسائل الاعلام، وهي من تتخاطب معها ونحترمها ونقدرها.